السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النصر، صباح العزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وسدد رميهم واهلك عدوك وعدوهم، اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله زي ما انتم شايفين كده هنعمل كنافة بالمانجا. الأول أقول لكم وحشتوني كتير، بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات واعذروني علشان كنت واخدة دور برد، صوتي تعبان شوية فده مأثر على صوتي في الفيديو، فالمعذرة يعني. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما انتم شفتوا كده ده حوالي نص كيلو مانجا، نص كيلو كنافة، وربع ونص ربع كيلو كنافة، يعني كيلو الا ربع شايلة منه شوية. طبعا بنجمد الكنافة في الفريزر الأول عشان نفركها بسهولة زي ما انتم شفتوا كده، وشربتها بالسمن الأول وقلبتها كويس وحطيتها على النار. السمن بلدي، حوالي كوباية ونص سمن بلدي، هي تاخد من كوباية ونص لكوبايتين علشان تبقى مظبوطة، لكن السمن والشربات هنتكلم فيها في ملاحظات واحنا شغالين في الفيديو. بفضل اقلب في الكنافة على النار، ما بشيلش ايدي منها خالص لحد ما تاخد اللون المظبوط بتاعها، وبعد كده بفضيها بقى في حاجة تاني، وعاء تاني، علشان الوعاء بتاعها بيبقى سخن، فوديها في وعاء تاني عشان ما تفضلش الحرارة تلون فيها تاني وتغمق مننا. بعد ما اطفي يعني بنقلها في وعاء بارد. كمان معانا المانجا، حطيتها برضو في الفريزر عشان تبقى سهلة التقشير زي ما انتوا شفتوا كده، وسهلة التقطيع، وانا بقشرها ما بيطلعش معاها لحم خالص، بتبقى جامدة، فاللحم ما بيطلعش في القشر. قطعتها شرايح زي ما انتوا شايفين، وباخد من الجوانب كده الجنبين بعد ما اقطع اخد واعمل مكعبات. معايا كمان الكريم شانتيه، حطيت ظرفين او اكتر بقى حسب الكمية الكريم شانتيه اللي احنا هنستهلكها. وكمان هي علبة كريمة لباني حطيتها، وجبت لبن متلج من التلاجة من الفريزر، او مية متلجة قلبت بيه الكريم شانتيه لما وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. هنا بقى خلطت الشربات بتاعي، شربات الكنافة العادي اللي تقيل، عاملاها انا في الفيديو الكنافة على القناة بتاعتي، هتلاقوه ان شاء الله في الفيديوهات. كوبايتين سكر وكوباية مية. معانا كمان الكريمة بتاعتي، حطيتها في كيس تلاجة وفتحته من الجنب كده، بتبقى اسهل وانا بحط الكريمة من غير بهدلة كده في الطبقات. حطينا بقى طبقة كريمة تحت خالص، او نبدأ بطبقة كنافة مفيش مشكلة، وبعد كده نمشي بقى بالترتيب، طبقة كنافة وطبقة مانجا وطبقة كريمة وهكذا لحد ما نملى البولة بتاعتنا او البايركس بتاعنا او الكاسات، اي حاجة اللي احنا عايزين. لو تلاحظوا كده انا بعمل الجناب الاول علشان تاخد الشكل من بره، وبعدين اعمل القلب من كل حاجة بقى، كل مكون بحطه بعمل نفس زي ما انتوا شايفين في المانجا نفس الكلام. دي اللي انا قطعتها مكعبات، وياريت نحطها ما تبقاش مكعبات ناشفة قوي، او ما تبقاش يعني ناشفة قوي الكنافة في قلب الطبقات، يعني المانجا عفوا، احطها اهرسها شوية حتى بشوكة لو هي جامدة. طبعا حطيت اخر حاجة الكريم شانتيه ودخلتها في التلاجة تتماسك شوية علشان اقدر اشتغل من غير ما تلحوس يعني. برضو كذلك شرايح المانجا حطيتها في التلاجة على ما ارص الطبقات علشان برضو تبقى متماسكة، ما تنزلش الصوص بتاعها او العصير بتاعها واحنا شغالين كده بنزوق. زي ما انتوا شايفين بحاول اعمل شكل وردة ان شاء الله يطلع مظبوط. بحط الحرف زي ما انتوا شايفين كده، حرف القطعة على اللي قبلها، حرف كل شريحة بحط حرفها على اللي قبلها. اخر حاجة وانا بقفل الدايرة بحط حرف الشريحة على اللي قبلها، والحرف التاني على اللي تحت، على اللي بعدها، تحت اللي بعدها، زي ما انتوا شفتوا كده، حرفها على اللي قبلها والحرف الاخير التاني على اللي تحت اللي بعدها. ان شاء الله تكون وضحت. بفضل بقى مستمرة كده لحد ما اخلص شكل الوردة. يا ريت ان شاء الله انتوا اكيد هتبدعوا اكتر مني، يعني انا مش فنانة، فانتوا ان شاء الله هتطلعوا اشكال وتعملوا بشكل افضل. عايزين تعملوها حتى مكعبات من على الوش، الاسهل ليكم، الموضوع بسيط يعني. اخر حاجة وانا بقفل الوردة كده بجيب قطعة تكون قطعة طرية لينة تتني معايا بسهولة، احطها واقفل بيها الشكل النهائي للوردة، يعني بحاول يبقى ايه قلب الوردة كده. طبعا ان شاء الله انتوا هتعملوا حاجات جميلة وتورونا الابداعات. خلاص كده ده شكلها النهائي. حطيت بقى عليها كده من بره تلميع من شربات الكنافة، او كان عندي شربات خفيف كده عملتها منه
عشان يدينا شكل كده، تبقى وشها بيلمع، وفي نفس الوقت لو باتت معايا برضو تبقى محتفظة بشكلها جميل يعني. طبعا ما شاء الله يعني بولة زي دي تتكلف، لو هشتريها من بره هتبقى مكلفة جدا. الطبق ده جميل وشيك، لو عندي ضيوف ممكن اعملها في كاسات، وممكن اعملها في اطباق. انا عملت كمان في كاسات، ممكن في السلاطين ازاز او اي حاجة عندك متوفرة، او بايركس اعملها فيه. ده أنا ممكن كمان على فكرة نعمل طبقة كنافة في الفرن في الصينية عادي، او في البايركس بتاعي بفردها وبدخلها، واعمل طبقة تاني زيها لوحدها برضو نفس المقاس والحجم، واحط الحشوة في النص بقى، طبقة كريمة، طبقة كنافة، مانجا، وهكذا عدد الطبقات اللي انا عايزاه. وبعدين احط طبقة الكنافة الاخيرة وازينها برضو بالكريمة والمانجا، هتبقى تحفة معانا. واقطعها قطع خرط زي ما بقطع قطع الكنافة يعني. عملت بقى الكاسات، مرة احط الاول كريمة، مرة احط كنافة زي ما تحبوا. هنا حطيتها في القمع برضو عملتها شكلها يبقى ظريف. اعملوا الاشكال بقى والحاجات التزويق اللي عجبكم، ان شاء الله تعملوا حاجات جميلة. ده كان شكلها بعد ما خلصناها. بحاول اصورها اوريكم الطبقات من جوه، شكلها جميل جدا وطعمها جميل. بتبقى حلوة لما يكون سمنها مظبوط. ممكن يبقى سمنها اخف وسكرها اخف، ده بنتحكم فيه يعني. لو مش عايزه سمن كتير احط لها كوبايه وربع، تبقى خفيفه. كوبايه اللي هي 200 مللي، المج اللي انتوا شفتوه ده. انا بوريكم الطبقات من جوه بتاعه الكنافه وطبقات المانجا. الحقيقه طبعا برضو ممكن اخدها كهديه لو انا رايحه لحد، برضو هديه شيك وجميله. مرضى السكر او الناس اللي عاملين دايت ممكن نقلل وتبقى خفيفة وجميلة. برضو في ناس بتعملها في الفرن، تحمرها في الفرن، لكن انا بفضل احمرها على البوتاجاز. انا ما جربتش الحقيقة الفرن، لكن البوتاجاز يعني اللي بيحمرها في الفرن يمكن عشان توفر وقت ومجهود وسمن، لكن هي السمن لازم علشان تظبط معايا بصراحة وتبقى طعمها حلوة، النتيجة هتبقى حلوة. كمان هي طبعا تاخد وقت شوية ومجهود على النار من فوق، لكن في الاخر النتيجة بتبقى جميلة ان شاء الله. دي كانت وصفتنا النهاردة. ان شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة على خير. اللي مشتركش في قناتي، دي قناتي سنس فود، يشترك في القناة ويفعل الجرس ويشير لكل اصدقائه، وما تنسوش لايك. منتظرة رأيكم في كومنتات، ومعذرة بقى يا ريت تدعولي كده ان شاء الله بالشفاء. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، في رعاية الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.